السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا طورتيات أولا ميني كيك اللي كيجو عمليين واقتصاديين وكيجو زوينين بزاف. المهم غندوزو المقادير، بسم الله على بركة الله. عندنا جوج ديال البيضات، درنا جوج ديال البيضات، درت كاس ديال السكر سنيدة وواحد شوية ديال الملح غير باش نصحو الذوق. غادي نحرك مزيان، غادي نحرك البيض مع سنيدة مزيان، يعني حتى يولي الخليط يعني بيض شويه. نضربوه بهذه الطريقه هذه، ولا اللي عنده سميتو الطراب الكهربائي يديروا هنا في الضغط الفوي، ضرب غير بالفوي. وغادي نزيد واحد شويه ديال القشور ديال الحامض اولا قشور البرتقال اللي عندكم، ولا الفاني. انا تعمدت اليوم ما درتش الفاني، كيجي قشور ديال الليمون كيجيو زوينين، ولا الحامض. كنزيد كاس لاروب يعني مع مرش ديال الزيت النباتيه، وكنحرك مزيان. دائما مع التحريك فين ما ضفنا شي مكون كنحركو حتى كيتخلط لينا، يعني الخليط يولي متجانس. فهاد الاثناء غنزيد الحليب، غنزيد كاس ديال الحليب اولا اليوغورت. حتى اليوغورت كيكون مزيان. انا مره كندير دانون، مره كندير هذا حليب. اليوم غندير الحليب، كاس ديال الحليب. وغادي دائما مع التحريك فين ما زدنا شي مكون كنحركو حتى كتنسجم كل العناصر مع بعضها. كنحرك مزيان بهذه الطريقه هذه. هاد الطورتيات كيجو عمليين، كيجو زوينين، تعطي المنظر في المائده كيجو زوينين. من بعد كندير الطحين او الفرينه، كنزيدها غير شويه بشويه، وانا كنغربل حيت ما غربلتهاش من قبل، حتى غنديرها عاد غنغربلها. المهم كنزيد القياس ديال الطحين، وفي نفس الوقت كنغربل. ووجدت دوك القوالب ديال الطورتيات اللي غندير، وجدتهم دهنتهم بالزبده ودرت ليهم الطحين وحطيتهم. عندي القوالب اللي دائريين وشي وحدين مربعين، درت خليط من هذا ومن هذا. كيجو كلهم عاطين المنظر مزيان. انا كنبغي ندير جوج اشكال، يعني بحال ولا ثلاثه على حسب المقادير ديال العجين. انا المقادير ديال العجين يلا غادي تهز ليا تقريبا شي 13 ولا 14 قالب، داكشي علاش. وغادي نزيد خميره ديال الحلوى فئه 16 غرام، غادي نغربلها حتى هي، وغادي نخلطها مزيان حتى تنسجم كل شيء، داك الطحين مع العناصر. باقي خاصني شويه ديال الطحين، غادي نزيد واحد شويه صافي. يعني الطحين عينكم ميزانكم، حتى يتقال شويه الطحين بحال الكيكه، يعني الخليط كيكون بحال الشكل ديال الكيكه. شويه كيتقال كيكون واجد، يعني كيكون بحال هذا الشكل هذا. ما كيكون ثقيل ما كيكون خفيف، يعني كيكون القياس. ما خصوش يكون ثقيل بزاف ما يكونش خفيف تاني بزاف. حتى الا كان ثقيل بزاف راه ما كتجيش فيها الكيكه مزيانه. المهم هذه هي النتيجه اللي عطاني. دابا غادي ندوز نعمر القوالب ديال الكيك. غندير تقريبا جوج معالق في كل قالب. ما نكتروش، يعني ما نعمروش، باش يلاه تجي فاش ندخلهم الفران يلاه تجي، يعني مع داك فاش طلع في الفران يلاه تجي مع القالب، ما تفيضش لينا على القالب، يعني ما خصناش نعمروه مزيان. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل كامل القوالب ديالي. من بعد فاش كنكمل كنديرو يعني في الطاوه اللي غادي يدخل الفران، وغادي ندخلهم الفران. غندخل هادو هما الاولين، درت انا غير الفران الصغير، ومن بعد هادو الدائر المربعين
كندير فيهم هاد الشوكولات، هاد لي غوتشي دي شوكولاتي كنزين به. نتوما زينوا باش ما بغيتو. انا هادو درت داك الشوكولات ديال كوناد اللي كناخذ، خديته من كوناد، هو هذا. هادو هما طابو، هذا هو الشكل ديالهم، هادو اللي دائريين هما طابو بعد ما خرجتهم من الفران. دخلت هذوك الاخرين. دابا غادي نحيدهم من القالب ديالهم وغادي ندهنهم ب... بالكونفيتور اولا المربى. كيف ما كتلاحظوا كيجيو رائعين، يعني كيجيو زوينين بزاف، وحتى كيكون في المنظر ديالهم كيكونوا زوينين، يكونوا زوينين. يعني ما كتهز الانسان كيهز وحده مقاده، هما ما كيلصقوش، ما كيلصقوش حيت الا درنا فرينه والزبده ما كتلصقش ولا الزيت. الا ما كاينه الزبده كنديروا غير الزيت مع الفرينه صافي. دابا كندير هنايا المربى ولا الكونفيتور كندهنهم كاملين. هما كيكونوا سخان يكونوا احسن، باش يكونوا سخان المربى كيدخل في سميتو كيشد. كندهنهم كاملين بالمربى وكنجيب الكوك وكنبدا ندير الكوك من الفوق، يعني نزين بالكوك من الفوق. نتوما باش ما بغيتو تزينوا تقدروا تزينوا بالكاوكاو مهرمش، اللوز فيلي. باش ما بغيتو انا فضلت ندير الكوك صافي. حتى كنكمل كامل بهذه الطريقه وكيعطيني هذا الشكل النهائي ديال هاد الحلوى الدائري، ميني كيك دائري كيكون على هذا الشكل هذا. انا درت فيها شويه قرقاع، طريف ديال القرقاع في الوسط كيف ما كتلاحظوا. ها هي كيفاش كتجي رطبه وهشيشه، يعني كتجي زوينه بزاف. نتمنىكم تجربوها وبنفس الطريقه ونفس المقادير، يعني راه غادي كتصدق من اول وهله، يعني من اول مره. وغادي نجيب الاخرين حتى هما اللي درت فيهم الشوكولا من الفوق كيكون على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. هادو درت فيهم غير دوك الطريفات ديال الشوكولات صافي، وكيجيو حتى هما زوينين عاطين المنظر ولدات. المهم نتمنى الوصفه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وان شاء الله الى اللقاء في فيديو اخر بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله.